من يستحق الكرة الذهبية؟ محمد صلاح أم عثمان ديمبلي؟ هنعمل مقارنة بين الاثنين، بين محمد صلاح وعثمان ديمبلي. طبعا احنا عارفين قاعات كتير، هتافات كتير، من سيأخذ الكرة الذهبية؟ صلاح، ديمبلي، رافينيا، لامين يامال. تعالوا بقى نعرف في الفيديو ده مين اللي هياخد الكرة الذهبية. قبل ما نبدأ اعمل لي اشتراك ولايك كده وادعمني بالدعم الجميل بتاعك. أولا هنبدأ نقارن بين عثمان ديمبلي ومحمد صلاح. هنبدأ الأول بمحمد صلاح. محمد صلاح سجل 29 هدف في 38 مباراة، وعمل 23 تمريرة حاسمة، وحصل على الدوري الإنجليزي. والنتيجة الأكبر فاز بثلاثة جوائز، فاز بهداف الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في إنجلترا. ودي حاجة ما حصلتش قبل كده في تاريخ إنجلترا. دي أرقام محمد صلاح. تعالوا بقى نروح لأرقام عثمان ديمبلي. عثمان ديمبلي سجل 33 هدف وعمل 13 تمريره حاسمه من 48 مباراه. اما النتيجه الكبرى بقى اللي عملها عثمان ديمبلي ومحدش عملها في الموسم ده، اللي عثمان ديمبلي حصل على 5 بطولات، حصل على الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الفرنسي والسوبر الأوروبي. ده الفيصل اللي مخلي عثمان ديمبلي يضمن الكرة الذهبية، إنه حصل على 5 بطولات، حاجة ما حدش عملها في الموسم ده في كرة القدم، إن لاعب يحصل على 5 بطولات، ولسه كمان جاي عليه بطولة الانتر كونتيننتال، يعني ممكن يحسم ال6 بطولات في الموسم ده. فبحسب الأرقام وحسب زي ما أنت سمعت كده بالمقارنة اللي بينهم، فعثمان ديمبلي أقرب واحد للفوز بالكرة الذهبية، وهو فعلا يستحقها. حرام لو عثمان ديمبلي ما أخدش الكرة الذهبية، لأن هو أكتر لاعب عمل مجهود كفردي وكمجهود جماعي، وأكتر لاعب حصل على بطولات، فهو من يستحق الكرة الذهبية. إنما محمد صلاح قريب جدا من الكرة الذهبية، لكن اللي مخلي عثمان ديمبلي مميز عنه إن عثمان ديمبلي حصل على 5 بطولات، إنما محمد صلاح حصل على بطولة واحدة اللي هي الدوري الإنجليزي. فده أكتر سبب هيخلي عثمان ديمبلي إنه يفوز بالكرة الذهبية، إنه حصل على 5 بطولات. فأنتوا برضو اكتبوا لي توقعاتكم من سيحسم الكرة الذهبية لهذا الموسم، وما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل. وحفل الكرة الذهبية سيكون غدا في تمام الساعة 9 مساء.